لا أزمة ولا شح، وعلى المواطن الابتعاد عن القلق. 15,000 اسطوانة غاز منزلية موجودة كخزين لدى معمل الدورة فقط، ناهيك عن الإنتاج اليومي المتواصل على مدار اليوم هنا وفي كل معامل العاصمة والبلد. كان إنتاجنا 8,000 اسطوانة، يعني نجهز 12 عربة حمولة 490 اسطوانة، 13 14. هسه احنا البارحة واصلين لحد 37 عربة، يعني إلى ما يساوي بالإنتاج 18,000 اسطوانة. كل فرد لديه القدرة على الولوج إلى أي محطة والشراء منها، فالانسيابية حاضرة رغم وجود من غرر بهم، وسط دعوات بعدم تكديس الاسطوانات والانجرار وراء الادعاءات كون الإنتاج لم ولن ينقطع. الغاز متوفر، اللي دا يصير حاليا السحب، انه الناس من سبب المخاوف او الظروف الحاليه يمر بها البلد او البلدان المجاوره تاخذ كميات تخزنها خوفا من هاي الاوضاع او من الاوضاع اللي راح تصير بعدين، بس احنا نطمنهم انه الامور ماشيه تمام، الغاز متوفر. يعد العراق من الدول المنتجة للغاز السائل او المعروف بغاز الطبخ، إضافة إلى تصديره الفائض منه، فسلوك السوق في الأيام غير الاعتيادية جعل المشهد بهذه الصورة. صناعة مشكلة أو تفخيمها جهلا أو عمدا بات صفة ملازمة تحتاج إلى مواجهة إعلامية وتوعوية يكون الفائز فيها واقع الحال. فالأقاويل المغوشة بصدد شح اسطوانات الغاز المنزلية وبحسب المعنيين لا صحة لها، فعلى المواطن تحرير عقله والانتباه ليفصل بين الشائعات والحقائق. شروق الغانم، بغداد، العراقية الإخبارية.